يا جماعة ركزوا معايا من أول ثانية، لأن اللي هقوله دلوقتي مش أي كلام. الليلة دي فيها لغز كبير قوي، غياب ورا غياب وأسرار بتتخبى وبتتفضح واحدة واحدة. القصة بدأت في نيويورك، الجمعية العامة للأمم المتحدة. الكل مستني السعودية وفرنسا مجهزين جلسة تاريخية عشان فلسطين. فجأة السيسي قال مش جاي. الناس قالت عادي، يمكن يتفادى مشاكل مع ترامب. لكن الصاعقة الكبيرة محمد بن سلمان نفسه صاحب الليلة دي هو كمان مشي من المشهد. هنا بدأ الكلام يتغير. هنا عرفنا إن في حاجة أكبر بتطبخ ورا الكواليس. تقرير طلع من أكسس، ترامب عامل اجتماع سري مختار له دول بعينها: السعودية، الإمارات، مصر، تركيا، الأردن. موضوع الاجتماع مش بس غزة، في كلام أخطر، في تهجير فلسطيني على الطاولة. مصر قالت لأ، مش هنشارك. وجودنا معناه إننا بندي شرعية لكلام مرفوض. طب والسعودية؟ غيابها أخطر وأقوى. ليه؟ لأن نتنياهو بيجهز يروح البيت الأبيض يطلب من ترامب ضم الضفة الغربية رسمي. هنا محمد بن سلمان قالها صريحة، دي هتبقى خط أحمر سعودي. خط أحمر يعني إيه؟ يعني السعودية ممكن تقفل أجواءها في وش الطيران الإسرائيلي، يعني التطبيع يتقفل الباب عليه رسمي، مفيش رجعة. وهنا السعودية قلبت الترابيزة، قالت لصندوق الاستثمار وأرامكو ادرسوا 4 طرق بديلة نصدر بيها النفط والغاز والهيدروجين لأوروبا، بعيد عن إسرائيل تماما. خطة ضخمة، من البحر الأحمر لتركيا ومصر، للعراق والأردن، لحد عمان والهند. استثمارات بمليارات. بس الرسالة واضحة، إحنا مش محتاجين إسرائيل ولا ممراتها. اللي بيحصل النهاردة مش مجرد غياب عن اجتماع، ده إعلان غير مباشر إن السعودية داخلة لعبة جديدة، لعبة بتجمع السياسة بالطاقة وبتربط مصير فلسطين بالمنطقة كلها. نتنياهو فاكر نفسه هيكسب ورقة الضفة الغربية، لكن لو لعبها غلط هيخسر مش بس التطبيع، ده ممكن يفقد أجواء وجغرافيا واستثمارات بتغير الخريطة كلها. القصة لسه في أولها، بس المؤكد إن المنطقة داخلة على فصل جديد، وفصل المرة دي عنوانه اللعب كبير وأكبر من أي وقت فات.